اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي حكاية النهاردة يا ريت تضغطوا لايك وتدعموني. أنا اسمي حنان، أنا يتيمة الأب والأم، وعايشة مع ستي. هي كبيرة في السن شوية بس حنينة عليا قوي، وأنا كنت بنت مبسوطة جدا، يعني الحمد لله. ما كملتش تعليمي وأخدت الدبلوم وقعدت جنب ستي علشان أختمها. وفي يوم جت عند ست صاحبتها، هي كانت دايما متعودة إنها تيجي تزورنا، وفي كل مرة كانت تيجي عندنا كانت بتبص لي بنظرات أنا بصراحة ما ارتحتلهاش خالص وما كنتش فهماها قوي. وفي يوم سمعتهم وهم بيتكلموا، وقتها كانت بتقول لجدتي البنت بقى عندها 25 سنة، وهي ازاي لحد دلوقتي ما اتجوزتش؟ دي اسمه ونصيب، طيبها لسه ما جاش يا ام عامر. ادعيلها يا حبيبتي، ربنا يكرمها ويراضيها يا رب. هي بصراحة مش حلوة بس ربنا هيكرمها ان شاء الله. وفعلا انا وقتها كنت سامعة الكلام ده وكنت بزعل قوي، لان انا فعلا جمالي كان على قدي، بس الجمال مش كل حاجة. انا الحمد لله كنت متعلقة بربنا قوي، وسايبة حكاية الجواز دي على ربنا، وانا متأكدة ان ربنا في يوم هيرضيني. مش متأكدة بس ده انا عندي يقين في ربنا مش هيسيبني ابدا. وفعلا عدت بينا الايام، وانا كل يوم احضر فرح بنت في العيلة. وقتها كنت بشوف نظراتهم ان ازاي لسه لحد دلوقتي ما اتجوزتش. وأول ما تميت 26 سنة وقتها جت عندنا الخطبة سناء، وفضلت تقول لي تيتا بقولك ايه يا حاجة، أنا النهاردة جايالك وجايبالك عريس لحفيدتك حنان، وده مش أي عريس، ده عريس غني قوي. ايه العريس ده وكمان غني؟ أيوة اسمعي مني بس وخليني أخلص كلامي لحد الآخر. عريس غني وعنده فيلا كبيرة أوي شركات، وهو وحيد أبوه وأمه عايزين يفرحوا بيه، بس هو عنده مشكلة واحدة، إن هو كفيف يعني أعمى شوفش خالص، بس محتاج واحدة كده بنت حلال تكون عارفة ربنا. وأنا بصراحة ملقتش أحسن من حفيدتك حنان اللي الناس كلها بتحلف بأخلاقها وأدبها. أنا سمعت إنها بقيت تحفظ القرآن للأطفال في المسجد كل عصر. أيوة فعلا بنت بعد ما حفظت القرآن كله قررت إنها تعلمه للأولاد، وربنا يكرمها يا رب ببركة القرآن. خلاص خليني أكلم البنت في الموضوع، وإن شاء الله هبقى أكلمك في التليفون وأرد عليكي خير. خلاص ماشي يا حبيبتي، وانا هستنى تليفونك من اذنك بقى. وفعلا وقتها الست مشيت على طول، وبالليل لقيت ستي قعدت معايا وفضلت تحكيلي على كل حاجة، وان العريس محتاج واحدة تكون عارفة ربنا وتتقي ربنا فيه لانه كفيف ما بيشوفش. وبصراحة انا وقتها زعلت شوية وفضلت اقول لها يعني يا تيتا عايزاني اتجوز واحد ما شافنيش؟ انا ما قلتش حاجة انه كفيف، انا خايفة تاني بعدين افرض ربنا كرمه وردله بصره لما يشوفني يتفاجئ اني انا مش حلوة. يا حبيبتي الجمال مش كل حاجة، وده رزق ربنا ساقه لحد عندك، ما ترفضيش وما تعرفيش الحكمة من كده ايه. اكيد ربنا حيرضيكي لانك انتي تعبتي قوي يا حبيبتي، عشت طول عمرك يتيمة، واكيد ربنا بعتلك العوض. وافقي وخليها على ربنا. انا وقتها فعلا سكت، ما كنتش عارفة اقول ايه. قلت لها انا هصلي صلاة استخارة وارد عليك يا تيتا. وفعلا بالليل صليت ركعتين لله واستخرت ربنا في الموضوع بتاعي، وانا عمال اعيط واقول يا رب لو كان فيه خير قربوا مني، ولو فيه شر ابعدوا عني. انا كنت خايف اني انا ابقى غشيته، او يمكن في يوم من الايام ربنا يردله بصره ويكتشف ان انا مش حلوة ولا حاجة، بس أنا لازم أمشي ورا إحساسي. وفعلا بعد ما صليت الاستخارة وقتها حسيت
إني أنا استريحت. تاني يوم وافقت على العريس، وعارفة إنها مسؤولية كبيرة قوي إني أنا أتجوز واحد كفيف، بس وافقت وأنا عندي يقين إن ربنا حيرضيني فعلا. وقتها ستي فضلت تدعيلي وتقولي أنا يقدم لك اللي فيه الخير. وبعد كده اتصلت على الست اللي جابت العريس وقالت إحنا موافقين. وفعلا تاني يوم العريس جه وكان معاه والده ووالدته. وقتها باين عليهم إنهم فعلا ناس أغنياء قوي، واقفة وشايفة الجمال ده كله وما يشوفش. وقتها سمعت والدته وبتقول لستي إن إحنا الحمد لله مش بندور على غير الناس الطيبة اللي زيكم، وأنا محتاجة حد لابني يكون يعرف ربنا ويراعي ربنا فيه ويعرف يخدمه. وبصراحة احنا سألنا على بنتكم وعرفنا إنها محافظة على القرآن وعلى أخلاق عالية قوي، وانا ابني ما اتولدش كده ولا حاجة. انا ابني حصلت له حادثة ومن وقتها ابني ما بيشوفش خالص. واحنا موافقين لان احنا كمان سألنا عليكم وعرفنا ان الولد ما شاء الله عليه محترم جدا، ودلوقتي هنادي على البنت علشان تشوفوها. وفعلا وقتها ست فضلت تنادي عليا، وسلمت على والدة العريس ووالده، سلمت على العريس وايدي لمست ايده. أنا وقتها حسيت براحة وحاجة غريبة قوي، رغم إنه ما كانش شايف، بس لقيت على وشه ابتسامة وراح قال لي صحيح وربنا أخد مني البصر بس ما خدش مني البصيرة. أنا بصراحة ارتحت قوي وحاسس إنك عوض ربنا ليا. أنا وقتها اتكسفت قوي وبعد كده مشيت على طول. وفعلا كل حاجة مع ستي، وبعد أسبوع بالظبط أنا كنت اتجوزت وقاعدة في بيته. وبصراحة عشت معاه أحلى أيام عمري، رغم إنه ما كانش بيشوف، بس عمره ما حسسني بأي حاجة. كان دايما يقول لي أنت عوض ربنا وأنت أحلى حاجة حصلت لي في الدنيا دي، ودايما يعبر لي عن حبه وكلامه حلو يفضل يقولهولي. بصراحة ما حسيتش معاه غير بكل خير، وأنا كمان كنت حاطاه في عينيا. كان قبل ما يتكلم أكون عملت اللي هو نفسه فيه، وعمر في يوم من الأيام ما حسسته إن هو أعمى شوفش. بالعكس كنت باخد رأيه في كل كبيرة وصغيرة، وكنا عايشين أحلى أيام حياتنا. مش بس كده، وأنا كنت حاطة والده ووالدته في عينيا وكنت بخدمهم قوي. ومش بس كده، بعد سنتين الحمد لله ربنا كرمني خلفت منه، وعدت بينا السنين لحد ما خلفت منه ولدين وبنت. وقتها هو كان زي ما هو بيعاملني، عمره ما حسيت إن الحب أو الاهتمام ناقص عن الأول. بالعكس كان بيحبني وكنا عايشين أحلى حياة مع بعض، لحد ما جه في يوم وكل حاجة اتقلبت. الحب والفرح اللي كنت عايشاه في بيتي وبقيت خايفة في قلق وخوف من اللي هيحصل في يوم من الأيام. وقتها لقيت جوزي جاي فرحان قوي وقال لي باركيلي باركيلي يا حبيبتي، النهاردة كلمت الدكتور قال لي إن في أمل إني أنا أرجع أشوف زي الأول من تاني. أنا بعتله التحاليل بتاعتي وقال لي هنعمل لك العملية في سويسرا وإن شاء الله هترجع تشوف زي الأول وأحسن، ونسبة النجاح العملية إن شاء الله 80%. وأنا أمل في ربنا كبير. أنا وقتها عملت نفسي إن أنا مبسوطة وفضلت أكلمه، لكن بعد كده سكت وكنت من جوايا زعلانة قوي، كنتش عايزة أحسسه بكده، زعلانة على نفسي. طب أفرض دلوقتي ربنا ردله بصره، يا ترى هيشوفني إزاي؟ يا ترى هيحبني زي الأول ولا هيشوف إني أنا مش جميلة وإني أنا مش البنت اللي كان دايما بيتخيلها؟ وقتها بصراحة كنت خايفة قوي من كل حاجة، بس كنت سايباها على ربنا. وفعلا اتحدد ميعاد للعملية وسافرت معاه أنا والأولاد وعمل العملية والحمد لله نجحت. وبعد أيام وقتها الدكتور
قرر إنه لازم يفك رباط العملية، كلنا نبقى موجودين حواليه في الأوضة. وفعلا أول ما شال الغطا من على عينيه وقتها فضل يبص فينا. وقتها أنا كنت واقفة عايزة الأرض تنشق وتبلعني، ما كنتش عايزة إنه يشوفني. يمكن الصورة اللي كان رسمها لي في باله أحلى من الحقيقة بكتير، بس أعمل إيه؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وفعلا وقتها أول ما فضل يبص فضل يقول: بابا أنا أخيرا رجعت أشوفك مرة تانية، يا ماما يا حبيبتي أنا شايفك. وقتها مامته وباباه فضلوا يعيطوا من الفرحة وكانوا مبسوطين قوي، وكانت الدموع الفرح حتى الولاد كانوا عمالين يعيطوا وكانوا مبسوطين من والدهم رجع يشوفهم مرة تانية. إلا أنا كنت واقفة في الأوضة مستنية رد فعله، يا ترى هتكون إيه لما يشوفني. وفجأة لقيته بيقولي: انت حنان، انت مراتي أنا. وقتها كل اللي واقفين اتصدموا من رد فعله، وأنا وقتها كنت متأكدة إني أنا مش هعجبه خالص. وبعد كده راح قال: أنا ما كنتش متخيل إنك أحلى وأجمل من الصورة اللي كنت رسمها لك في خيالي، مراتي حبيبتي. دلوقتي الصورة اكتملت. ريتني يا حبيبتي أجيب لك نجمة من السما بس علشان أوفي لك حقك وكل اللي عملتيه معايا طول السنين اللي فاتت. كنتي شايلاني في عينيكي طول السنين اللي فاتت، وإن شاء الله أقدر أردلك الجميل ده يا حنان. والأيام اللي جاية هتثبتلك. أنا وقتها كنت مصدومة من كلامه، كنت حاسة إنه بيقول كده وبيكذب عليا، لكن بالعكس يا ناس فعلا عدت الأيام بينا وهو بيحبني وبيعمل بحبه وأكتر من الأول. وكمان دلوقتي أولادنا كبروا وجوزي سند لبعض، عمرنا في يوم ما حصل بينا خلاف ولا حصل بينا أي حاجة. ما كانش بيرضى يزعلني خالص، كان دايما حنين عليا ويطبطب عليا. وفعلا زي ما كانت بتقول ستي أكيد ده عوض ربنا. فعلا كان بالنسبة لي العوض وكل حاجة. وطبعا كل اللي أنا فيه دلوقتي وحياتي اللي ما كنتش أتخيل إني أنا أعيش حياة زيها، كل اللي حصل لي ده ببركة القرآن. ما خالط القرآن شيئا إلا باركه، ولا ضيقا إلا وسعه، ولا ظلمة إلا أنارها. من الخصال اللي يسببها القرآن إن القرآن بيهدي إلى الرشد، والرشد هو من أعظم النعم اللي ربنا لو أداها للعبد أن ينقصه شيئا بعدها في الرشد، هو سداد الرأي والتوفيق في الاختيار بين الحق والباطل. فإن أردت التوفيق والسداد فعليك بالقرآن، يهدي إلى الرشد ويهدي للتي هي أقوى.